حسن وهو طالع يوصل عزت عربية الإسعاف، وبلغوا الضابط اللي بيجمع عنه معلومات لحد ما عرف إن حسن وندى جوه الفيلا وبيطلب إذن النيابة عشان يفتش الفيلا. وفي نفس الوقت بيجي السمسار اللي أجر الشقة للشاب اللي شغال مع هاني السني، وبيبلغ إنه شاكك في الشاب ده وإنه مركب كاميرا في البلكونة. وساعتها الضابط بيقبض عليه وبيستجوبه لكنه بينكر كل حاجة، والضابط بيحطه في الحجز شوية لحد ما يفضله. وفي الوقت ده ندى وحسن بيكونوا في أوضة المكتب بيكتشفوا إن في خزنة مخفية ورا البرواز، وهنا وهم واقفين بيتكلموا بيتفاجئوا إن أم إبراهيم داخلة عليهم بالبندقية وبتثبتهم عشان تاخد منهم العقد، وفعلا بتاخده منهم وبتقفل عليهم الباب وبتخرج. بيفضلوا يحاولوا يفتحوا الباب ومش بيعرفوا. وفي الوقت ده هاني السني بيروح ياسر المكتب بيطلب مساعدته وبيحكي له إنه قتل واحد وخايف من العقاب. وفي وسط الكلام بتيجي مكالمة لياسر من أم إبراهيم تبلغوا فيها إنها قدرت تاخد العقد، وهنا ياسر بيقفل الكلام مع هاني وبيقول له خلاص أنا مش فاضيلك ومش هقدر أساعدك. وبعد محاولات كتير من ندى وحسن بيقدروا يفتحوا الباب، لكن متأخر لأن الضابط بيكون وصل الفيلا ومعاه إذن بالتفتيش عشان يقبض عليهم، وبيقدر حسن يهرب لكن ندى بيتعوض عليه. وعزت بيفوق في المستشفى وبيكون زعلان إن محدش جه يزوره، وبعدها حسن بيجيله وبيحكي له على اللي حصل وبيقول له إن ندى اتقبض عليها وإنه عارف إنه معندوش زهايمر ولا حاجة، وإنه عارف إنه مخبي الفلوس اللي خدها منهم في الخزنة اللي في المكتب، وبيطلب منه يثق فيه ويديله الباسورد. وبيطلع إن كل ده عزت بيعمل كده عشان خاطر هما ميسيبوش ويمشوا. وفعلا عزت بيثق فيه وبيديله باسورد الخزنة وبياخد عصام معاه وبيروح على الفيلا بالليل وبيدخلوا يجيبوا الفلوس من الخزنة. وبعدها حسن بيعرف عنوان أم إبراهيم بيروح لها وهي بتقول له إنها مش حرامية، هي بس سرقت منهم العقد عشان تخلص ابنها. وهو بيسألها ابنها ده ممسوك في إيه يعني، بتقول له إنه ماضي على إيصالات أمانة لناس كتير وكان مستلف منهم فلوس، ولما ما سددش الناس بلغت عنه وحبسته. بيسألها عليه كام يعني، بتقول له فلوس كتير قوي حوالي 200,000 جنيه. حسن ساعتها بيديلها 10,000 دولار وبياخد منها على العقد وبيقول لها دول هيخلصوا ابنك وكمان تقدري تعملي بيهم مصلحة يعني. وبيروح لياسر وبيقول له إن العقد معاه ولو عايز لازم يطلع ندى من النيابة لو عايز العقد، وبياخد الفلوس وبيروح على شركة التعدين وبيسلم نفسه ليهم عشان يخلص المشكلة كلها، وبيتفق مع الأستاذة إنه يقدر يشتغل عندها ويكبر لها ثروتها أضعاف، وكمان مش هيخلي أي حد يقدر يهكر السيستم بتاعها زي ما هو عمل فيها قبل كده. ورجالتها بيقولوا لها إن الفلوس ناقصة 10,000 دولار، وحسن بيقول لها اعتبريهم مرتب أول شهر. والأستاذة